الناس كلها بتسأل هو أصلا بدأ في الإعلام إزاي؟ والحقيقة هو طلع حكى القصة دي أكتر من مرة، لكن أنا العبد لله عنده السر الحقيقي بتاع دخوله للإعلام. وام الله يرحمها دعت لي قالت كلمتين: يجعل حنكك سكره ووشك جوهره. الحقيقة يا كابتن شوبير أنت وشك فعلا جوهرة، بس هل حنكك فعلا سكرة؟ ومنتهى البساطة تحطه في جيبك، تحطه في قفاك، يحطوه في حتة تانية، ما فيش مشكلة بالنسبة لهم، يعني هم أحرار يحطوه مطرح ما يحطوه يعني. هو شكله كمان يعني ينفعه. هو ده اعلام ده؟ ولا ده سلوك؟ ولا دي اخلاقيات؟ بصراحة لا، بس عادي أنا أعتبرها غلطة، سهوة، أي حاجة، المهم إيه؟ إن هي تكون ما تكررتش تاني. واحد قال عليك ابن كذا ولا ابن كذا ولا ابن انت بتستمتع، او انك بتستمتع، السجن فيه شيء ممتع بالنسبة لك، انت حنت له جايز، الله اعلم. الصول زكريا وحشك مثلا، هناك الراجل كان بياخدك في حضنه وكان بيطبطب عليك وكان بيحتضنك، كان بيعاملك معاملة طيبة، وهو راجل جميل، وراجل كان بيملى الصفيحة حتى آخرها عشان ما تعطش. وارد كل ده وارد، يعني معرفش هل الراجل لسه موجود ولا صحته بقت شوية عدمانة مثلا، مش في حالته، يعني نعوضك بحد يديلك الحنان والحنية والحب والعطف وكل ده وارد، يعني احنا نعمله، نساعدك والله فيه، بس هنجيب منين؟ ما هي دي المشكلة، في مشكلة، في أزمة يعني. شوية ألفاظ كده محترمة نظيفة شوية كده، الله يخليكم، بلاش الألفاظ الوسخة دي اللي احنا بنسمعها كل يوم وبنشوفها كل يوم وبنراها كل يوم، لأنه كل إنان ينضح بما فيه. طب خلاص يعني ما عنديش حاجه تانية اقولها، الراجل مصمم يحرجني يعني، ما عنديش اي حاجه تتقال بصراحه، مش عارف ادافع عنك يا اخي، اديني فرصه كده، مساحه اعرف اتحرك فيها ادافع فيها عنك، بس مش مشكله، كل ده عادي، ممكن يعدي سقطه او غلطه او اي حاجه، حتى لو بتتكرر مش مشكله، المهم انه الاعلى مشاهدات دايما ورقم واحد. الفكره كل ده بالذات علشان دايما بس ما بيتكلمش غير في الكوره. هتعمل ايه؟ خليك بقى في حالك بقى. نعم. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. وطبق اليوم سلطة اليوم، سلطة النهارده. طب اولع لك في نفسي؟ طب ولا اعمل ايه يا كابتن احمد؟ ها، قلت لك يا اخي اديني مساحه اعرف اتحرك فيها، بس مش مشكله، هو فعلا ونعم السكر اللي بينقط منك يا كابتن احمد، ونعم الاعلام بصراحه، حاجه فاخر على الاخر، ليك حق تبقى رقم واحد دايما وابدا. المهم زي ما احنا شفنا ان كابتن احمد على طول ضد التجاوز وضد الالفاظ، ده لسه اثبتناها لكم بالدليل القاطع اللي لا شك فيه، كابتن احمد كمان بيكون ضده قلبا وقالبا، خصوصا لما بيكون ضد النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وخصوصا لما يكون كابتن بيبو حبيبه كابتن الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وده بشهاده كابتن مجدي عبد الغني، وسبحان الله الشهاده دي في عز ما كان في بينهم خلاف. بالظبط، طلع الناس اللي بتتجاوز عن موقف الخطيب بياكلهم اكل. الحمد لله حد جه انصفني وانا بتكلم عليك يا كابتن شوبير، بس هل الكلام ده بينطبق على كل الناس، ولا في ناس لو اتكلمت بتعدي عادي؟ اللي انا اقدر اعتبرهم دلوقتي عصابه موجوده في اداره النادي الاهلي. بلاش كلمة عصابة الله يخليك عشان خاطري، معلش لازم. لا لو سمحت يا احمد، لو سمحت معلش لو سمحت يا بلدية، احمد، ودول اساتذة هذا الناس لهم كل احترام وتقدير ولهم كل معزة. خلاص انت اتفضل يا فندم، بس احمد اتفضل احمد اتفضل. لو سمحت انا حقول كلامي بعد اعقب براحتك. اتفضل. العصابه اللي موجوده في ظل وجودي انا رئيس فخري عادي، اه مش هتصدم خلاص في كابتن احمد شوبير، عادي عادي مش مشكله، كبر مخك.